الرباط، المدينة التي حافظت على حضارتها وثقافتها، مما دفع بالعديد من محبي السياحة التاريخية إلى وضعها ضمن قائمة الوجهات السياحية المستحقة للزيارة. تتضمن الرباط عدة أماكن سياحية، منها شالة تاريخية، ومسجد حسان التراثية، ورمز التطور والتحضر مارينا والبرج. الموقع الأثري شالة. يقع هذا الموقع الأثري جنوب نهر أبي رقراق بالرباط، مما يجعله أكثر جمالا بقربه من النهر، ويعود تاريخه إلى القرن السادس، وهو من أبرز الأماكن التي تشهد على تاريخ المغرب عامة والرباط خاصة، بحيث يمكنك الاستمتاع برؤية الأقواس والأبواب التي ترمز لحضارة المغرب العريقة. وواجهة شالة تحيلك على تاريخ عريق وشامخ، حيث تستقبلك بأسوار شامخة وباب ضخم، وبدخولك تجد مقابر وأطلال يرجع تاريخها إلى العهد الماريني، وترى بقايا مسجد بقيت مئذنته شامخة وصامدة، وتبهرك الأشكال الهندسية الرائعة. ورغم قدم الموقع بقي ممزوجا بطبيعة خضراء خلابة. صومعة حسان من أهم الأماكن التي تشهد على تاريخ المغرب، إذ تأسست الصومعة في عهد الموحدين، كما أضيفت إلى منظمة اليونسكو للتراث العالمي في فئة الثقافة، وتعود عمارتها إلى عمارة المرابطين والموحدين المعروفين بالبناء التقليدي المعتمد على الحجر الرملي والجص والرخام والخشب وغيرها من مواد البناء الأندلسي المغربي. ويصل علو الصومعة إلى 44 مترا. كما تتميز الصومعة بتصاميم زخرفية هائلة تحيط بها من كل الجهات. يقع مسجد حسان أو صومعة حسان في موقع استراتيجي مميز، إذ يطل على وادي أبي رقراق ويقابل القنطرة التي تربط بين سلا والرباط. وبجانب الصومعة تجد أعمدة ضخمة تستهوي الزوار لأخذ صور فوقها، رفقة صومعة حسان والزخم التاريخي الذي يحيط بها. كما يمكنك الدخول إلى الصومعة لاستكشاف الزخرفة أكثر والاطلاع على الأضرحة الموجودة هناك، وكذلك الاستمتاع بالتجول في أرجاء الصومعة. بنايات متطورة وبحر وشاطئ، ونقطة التقاء بين البحر ونهر أبي رقراق، وقوارب تسمح لك بالتنقل بين ضفتي الوادي. هنا مارينا، الموقع السياحي الذي يعج بالسياح من كل مكان ويمتلئ عن آخره في كل صيف، نظرا لموقعه الاستراتيجي، حيث تنزل من صومعة حسان إلى شاطئ مارينا مباشرة لتجد ماء صافيا، ويمكنك استئجار قارب مقابل ثمن زهيد للتنقل إلى الضفة الأخرى أو لأخذ جولة. كما يتميز هذا المنتزه بألعاب الأطفال وأحيانا أنشطة ثقافية، ويمكنك مشاهدة هذه الباخرة التي على شكل مطعم يمكنك الدخول إليها إن كانت الإمكانات المادية تسمح. وعلى مقربة من مارينا وعلى بعد دقائق منها على ضفاف وادي أبي رقراق تجد هذا البرج الضخم الذي انطلق بناؤه منذ عام 2016، وضعت انطلاقته العاهل المغربي محمد السادس، ويتألف من 55 طابقا فوق الأرض. وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أنه سوف تخصص بعض الطوابق من البرج لفندق فاخر وشقق فاخرة في الطوابق الأربع الأخيرة، ليستمتع الساكن فيها بنظرة فوقية منقطعة النظير.